سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أنت عارف حضرتك العلماء سموا سورة النحل بالنعم، تلاقي فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا سبحانه وتعالى يعد على بني آدم أنعام لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وآية لسه قايلينها امبارح: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم ربنا سبحانه وتعالى عديدة. للأسف يا إخواننا إحنا ما نعرفش قيمة النعمة لما تفتقد من بين أيدينا هذه النعمة. في مرة من المرات المية قطعت حوالي 6 ساعات. بجد بجد اليوم اتشل. أنا عن نفسي أنا اليوم ضاع 6 ساعات بس. المية يعني اتقطعت من البيت، مفيش مية، مع إن في تقدر توفر مية تجيب من هنا تجيب من هنا، بس مجرد بس ما تفتح الحنفية مفيش مية. 6 ساعات البيت اتشل، الحركة فيه اتشلت والمصالح بتاعتنا كلها اتعطلت. فكونك ان انت بتفتح بس الحنفية والمية اللي بتنزل دي نعمة. البيت اللي انت قاعد فيه ده السقف نعمة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت اللي حضرتك قاعد فيه، الدور والقصور والبيوت اللي احنا عايشين فيها ديت سكن. ربنا سبحانه وتعالى دي أعدها لك نعمة. راجل البيتوتي دي كلمة ما تزعلش منها. لو انت بيتوتي ما تزعلش منها، ده بالعكس، ده انت كده بتثبت للناس اللي انت مستقر، بتثبت للناس اللي انت بيتك مستقر، فبتركن ومايل لبيتك، بخلاف اللي هو قاعد 24 ساعة على المقهى وبره البيت مش هيحس بالسكن. هو مش حاسس بالسكن، لو حاسس بالسكن كان قاعد في البيت. فنعمة البيت سكن دي نعمة ما بعدها نعمة. في الهدوء، بتبقى قاعد براحتك، لابس هدومك، أكلك براحتك، بتغير براحتك، حمامك، كل دي نعم مش هتحس بيها إلا لما تقع في مواقف. نسأل الله أن يحفظ علينا النعم وأن ينعم علينا دائما بهذه النعم أبد الآبدين. مش هتحس بالمواقف دي لما تبقى في مواقف بقى سفر، وتعرف قيمة المية، تعرف قيمة البيت اللي انت قاعد فيه، تعرف قيمة السكن في الحتت دي، في الحتت اللي انت تبقى في سفر مش عارف تنام، مش عارف تقعد، مش عارف تاخد راحتك. فربنا سبحانه وتعالى أعد ديت نعمة، انت بتشكر ربنا عليها ولا لا؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. شوف اخوانك في غزة خيام قاعدين في خيمة، شوف بقى في عز البرد، انت في عز البرد بتبقى قاعد في البيت ومتكتك ويبقى عليك لحاف والحافين وثلاثة وقافل البيبان والشبابيك وبتبقى سقعان، خدت بالك، وعمال تشتكي من البرد. ما بالك بقى هم قاعدين في عز البرد ويمكن درجة الحرارة أقل من مصر، تمام، ومفيش سقف، مفيش سقف، سقفهم الخيمة. نشكر ربنا على النعمة دي ولا لا؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. البيوت توحي بالسكينة وتوحي بالستر. ربنا تلاقيه يميل إلى الستر. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الستر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب فقال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. فالبيوت تميل إلى الستر والغطاء وعدم كشف العورات. كل ده بيغطى داخل البيوت. في الأول ما كانش فيه البيوت اللي هي المثقفة، أنا بتكلم على المرحلة البدائية خالص. ما كانش فيه البيوت اللي هي الأسقف والبيوت اللي هي زي حالتنا دلوقتي. فكان الواحد اللي يمشي رايح جاي ممكن تتكشف العورات، تتكشف هذه البيوت. فدي نعمة ربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. إيه اللي جاب الجلد بتاع الأنعام؟
ان هي تبقى بيوت. ازاي؟ اللي هي الخيام. الانعام ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه اللي هم ال8 اصناف، 8 ازواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، تمام، ومن الابل 2 ومن البقر 2، 2 يبقى كام؟ 4، و2 و2 بعد كده يبقى كام؟ كله 8. فالجلد ده سبحان الله تلاقي الانعام دي سواء بقى ايه، البقر، غنم، ضأن، كل ده بيطلع منه حاجات انت مش واخد بالك، حاجات مش الناس مفكره حصره ان الانعام والابل والحاجات دي للحم واللبن وفقط. ده بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى هنا صرف النظر لحاجه انت تستخدمها اكتر من الالبان الجلود اللي انت بتستخدمها كخيام. والله جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها حين ظعنكم وحين، يعني ايه ظعنكم؟ يعني اسفاركم. لما تيجي تسافر وانت شايلها ما بتحسش بيها، تستخفونها، حاجه خفيفه، بخلاف انت بقى ايه مسافر تقوم اخد لك بقى كام قالب طوب، شوف هتجيب لك كام تريلا وتبني واسمنت وبتاع ده وحديد والكلام، تقعد بقى في كل سفر تبني وتعمل. لا بالعكس، هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لك حاجه ايه تستخفونها اللي هي الخيام. يوم ظعنكم اي يوم سفركم، ويوم اقامتكم، بعد ما تخلص السفر هتقعد بقى خلاص، ويوم اقامتكم، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. بتطلع لا مؤاخذه الصوف منها، بتطلع الحاجات اللي انت بتتدفى بيها في الشتاء. احسن لبس بيبقى لبس الجلد، بتتدفى منه وبيبقى غالي جدا. وعندك بيطلعوا منها الاساس اللي هي بتاعت الارض، الفرش واللحاف والحاجات اللي بتتغطى بيها واللي بتنام عليها. ايه ده؟ نعم. ما هو احنا ما بنحسش بيها ليه؟ لان احنا الف العاده خلاص، الفنا يعني كل يوم بنشوفها خلاص الفناها. زي احنا الاول كان حد يشرب سجاير، دي ما ينفعش، ازاي؟ معصيه. لكن من كتر بقى ما بنشوف رايح جايب السيجاره عادي بقى معصيه عاديه. ده بالعكس دلوقتي، ده انت عشان تبقى راجل لازم تاخد لك نفس، تمام؟ اسمها الف العاده، اللي انت الف النعمه فبتتعود عليها خلاص ما بتحسش بيها. فانا زي ما قلت لك من شويه ان انت مش هتحس بالنعمه دي الا لما بتروح منك. فدايما تشكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيعد عليك النعم عشان تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها وتستخدمها في طاعته. ومن جلودنا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم، ومن اصوافها واوبارها واشعارها. احسن احذيه بتبقى جلد طبيعي من ورا الكلام ده، الجواكت، كل اللبس، الشنط، تمام. حتى بيقول لك البياع لما بيجي يبيع خد دي جلد طبيعي، تمام، ويشكر فيها وبيبقى ثمنها عالي جدا خلاص. وكمان مش كده وبس، المتاع نفسه، الآنية اللي انت بتشرب فيها والحاجات دي من وراء الأنعام، متاعا إلى حين، لغاية ما تبلى هذه الأشياء. والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا، الأساس الفرش والكلام ده، ومتاعا إلى حين، يعني بتقعد تتمتع بالحاجات دي لغاية ما تبلى حين وقتها. حين وقتها خلاص بقى تبلى، أخذت وقتها. لذلك احنا اللي بيشتري لا مؤاخذة شوز بنقول له ايه؟ مبروك على، كنا كلمة كده قديمة، مبروك على الأرض، صح؟ تمام. وتعيش وايه؟ ويقول لك تعيش وايه؟ وتدوب. الدعاوى بتاعت زمان دي بتاعت جدتي جدتك ينفع؟ لا جدتك دي يعني بص، الدعاوى بتاعت زمان دي اللي هي بتاعت بقى ناس اللي هي على الفطره، بتاخدها من ايه؟ من قلبها. دعوه بتخرج فعلا، الدعوه تحس ان هي ملائمه لفطره الاسلام، فطره الله التي فطر الناس عليها.
تعيش وتدور اللي انت بتاخد الحاجات دي بتدورها في طاعه الله عز وجل. افتكر ان الانعام ديت دايما والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. ادالك كل ده، انت اديت له ايه بقى؟ بس تشكره سبحانه وتعالى. الشكر باللسان الحمد لله والشكر لله بس باللسان لا، اللي انت الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح والاركان. قولوا ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم.